السلام عليكم احبتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في صحتكم وعافيتكم. رجعت معكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم شهوة خديجه. اقتراح اليوم غيكون وصفه ديال الشعر اللي هي خطيره جدا. لقيت عليها واحد النتيجه مرضيه بزاف بزاف، وقلت ما غنبخلش عليكم، وكما تعودتوا معايا كنشارك معكم اي حاجه اللي كتنال الرضا ديالي وكتعجبني، فقلت لي لا انني ما شاركش معكم الوصفه. المهم احبتي، ما نطولش عليكم لا فيديو، نبداوه كالعاده بالصلاه والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هاد الوصفه ديال الشعر كتقوي الشعر، كتطول الشعر، كتعطيه واحد النعومه اللي هي خطيره. كما كتعرفوا احبتي ان زرعه الكتان غنيه بالالياف وكتعالج التساقط والتلف، والفوائد ديال بذور الكتان انها كتحافظ على الشعر وكتعطيه واحد القوه واللمعان وكتحبس التساقط ديالو. كذلك يعني وجود الاحماض الدهنيه الاساسيه اللي كتعود ضروريه في تركيبه البصيلات الشعر. وصدقوني احبتي، ملي غتستخدموا هذا الزيت مرتين يوميا على الفروه الشعر ديالكم غتبداو تشوفوا النتيجه، اقسم بالله غتبقى تبان لكم النتيجه من الاسبوع الاول. يعني الطريقه سهله، كنوضعوا واحد الكميه مناسبه من الزيت على الفروه الراس ديالنا، وكنبقاو ندلكو بداك الزيت كندلكو على فروه الشعر ديالنا واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد كنغطيو الشعر ديالنا وكنخليه واحد 4 حتى 5 ساعات. ولا بغيتو احسن نديروه في الصباح ودوشوه في العشيه، هكا غتكون النتيجه احسن. يعني ما تخليوش غير الزيت يبات في الشعر ديالكم. والجنجلان او السمسم يعني فهي غنيه بالزنك، كيعالج الجفاف ديال الشعر وكيقضي على الفطريات اللي كتسبب العدوى، وايضا كيحتوي على مضادات الاكسده وغيرها. المهم الفوائد ديالو عديده جدا. واكيد الاخوات والحباب اللي جربوا هذه الوصفه ديال زيت زرعه الكتان والجنجلان، فاكيد راهم غادي يدخلوا غادي يعملوا كومونتيرات، لان فعلا ماشي هادشي كذوب. يعني جربوه على الشعر ديال وليداتهم والشعر ديالهم ولقاو نتيجه زوينه بزاف. كما كتلاحظوا معايا احبتي، ما نطولوش لا فيديو، عندنا جوج كيسان، كاس ديال الجنجلان وكاس ديال زرعه الكتان. كنحمروهم مع بعضهم في واحد المقيله اللي كتكون على هذا الشكل هذا، ولا اي مقله عندكم في الدار، وصافي. من بعد كنطحنوهم، وخليكم معايا تشوفوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. نصيحه الاخوات، عندكم تحمروا هاد الجنجلان وزرعه الكتان بزاف، يعني كنحمروهم غير واحد شويه باش كيبغيو يطحنوا لنا. والكبيده ديالي خديجه ضروري انها تعاوني، وضروري انها تعمل اللمسه ديالها وتعمل يدها في اي حاجه ملي كندخل الكوزينه. المهم احبتي، كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو تحمروهم بدقه واحده بجوجهم مرحبا، بغيتو كل حاجه تحمروها بوحديتها كيبقى الاختيار ديالكم. المهم الكبيدات ديالي خليكم معايا حتى نحمروا هاد العناصر بجوج، ومن بعد نكملوا لا فيديو ديالنا. صافي احبتي، هنا من بعد ما حمرناهم واحد شويه، يعني ما تحرقوهمش غير واحد شويه، غنطحنوهم مع بعضهم. وهانتوما معايا تشوفوا الشكل النهائي ديالهم بعد ما طحناهم، يعني كيفاش كيرجعوا لنا. شوفوا معايا الكبيدات ديالي من بعد ما طحنا هاد المكونات مع بعضهم كيرجعوا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ما طحنوهمش بزاف حتى يطلقوا الزيت ديالهم، لا خصنا نطحنوهم ويبقاو بحال الكمون، بحال ملي كنطحنوا الكمون وكيرجع هكاك ماشي مفتت، يعني بحال الشكل ديال الكمون هكاك. خصو يكون هاد العناصر بجوج، يعني ما طحنوهمش بزاف حتى يطلقوا الزيت ديالهم.
من بعد كنوضعوهم في هاد القريعه اللي عندي معقمه. قريعه ضروري تكون ديال الزاج، ما تعملوش القرعه ديال البلاستيك كنصيحه. يعني كنوضعوا هذاك الخليط هنايا اللي طحناه. كنتمنى ان هاد لا فيديو هذا يكون يعني الصورة ديالو تكون اي حاجة واضحة فيه. هنا احبتي هذا هو العنصر الاساسي، هو زيت نوار الشمس. يعني ضروري انكم تعملوا زيت ديال نوار الشمس، ما تعملوش الزيت البلدية ولا زيت لوسيور العادية. ضروري ومؤكد ان هاد الوصفة خاصها تكون بهذا الزيت هذا. كناخذ واحد الكمية اللي غتغطي لنا هاد المكونات، كنوضعوها على البوطة، نخليو هذاك الزيت حتى كيسخون، ماشي حتى كيحمى بزاف، المهم كيسخن، ماشي يعني يسخن بزاف حتى يطلق داك الخيوط ديالو، وانما غير نحميوه واحد شويه وصافي. من بعد كنطفيو عليه وكنخويو هاد الزيت هدايا على هاد الخليط اللي عندنا في القريعه ديالنا. وعندكم تحرقوا يداكم لان الزيت كتكون عندنا سخونه، يعني حداو معاها. صافي هنا الكبيده ديالي من بعد ما سخنا كما شفتوا معايا داك الزيت وخويناه على الخليط ديال زريعه الكتان وديال الجنجلان. كنحركو بواحد المعلقه وكنخليو هاد المكونات مع هاد الزيت هذا حتى كيبردوا مزيان. عندكم تمشيو تسدوا القرعه الزاج وهي باقا سخونه، تقدر ترتق لكم. المهم الكبيدات ديالي من بعد ما خلينا القريعه ديالنا حتى بردات مزيان، صافي كنسدوا القريعه ديالنا وكنديوها لواحد البليصه اللي كتكون مظلمه، وكنخليوها واحد المده ديال سيمانه، يعني 6 ايام ولا 7 ايام، مهم سيمانه كنحطوها في واحد البليصه اللي كتكون مظلمه. ومن بعد كنستعملوا الزيت ديالنا عادي بالطريقه اللي شرحت لكم في البدايه ديال لا فيديو. وهنا احبتي كنتمنى كالعاده نكون دائما خفيفه على القلب ديالكم، ما نكونش ثقيله، ونكون دوزت معكم وقت زوين وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، فاكيد انها ما غتخطاكمش وما غتندموش عليها. وهنا الكبيده ديالي ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم فيديو قادم ان شاء الله، ونقول لكم مع السلامه احبتي.